أبرز سبب لأزمة الأخلاق هو فصل الدين وقيم الدين عن إيقاع الحياة التي تسمى بالعلمانية. نعم، علمانية. حينما حكمت العلمانية العالم وطغت العلمانية بنظريتها وفكرتها على العالم تفشت أزمة الأخلاق. إذا غاب الدين فسدت الأخلاق. ما في دين ما في أخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالدين والخلق صنوان، إذا وجد الدين وجدت الأخلاق، إذا غاب الدين غابت الأخلاق. العلمانية حينما تحكم ويرفع شعارها، حينما تتجسد في حياة الناس، يغيب الأخلاق. العلمانية من نظرياتها الحرية الشخصية. عرفت؟ الآن بدعوى الحرية الشخصية الإنسان يمارس جميع أنواع الظلم وجميع أنواع الفساد وجميع أنواع الانحطاط وجميع أنواع الخروج عن القيم الإنسانية العليا بدعوى الحرية، وهذه هي العلمانية. فهذا يسبب أزمة أخلاق. مثلا صار الصدق سذاجة، حينما تكون صادقا أنت ساذج. وصار الكذب دهاء، حينما تكون كذابا مراوغا فأنت داهية. سبحان الله. وصار الخنا، وصارت الرذيلة، وصارت السلوكيات المشينة التي تخالف فطرة الإنسان حرية شخصية. صح. أن يطأ الذكر أو المهم مفهوم الرسالة وصلت. المثلية صارت حرية شخصية. صح. عرفت؟ فالخنا والفجور صار حرية شخصية. أكل أموال الناس بالباطل والربا صار فوائد. الرشوة صارت تسهيلات. الخمرة أصبحت مشروبات روحية. التبرج بقى تخلف. الحجاب أصبح تخلف، والتبرج والسفور أصبح قيمة كبيرة يعني. نعم، وهكذا. فحينما ينفك الإنسان عن الدين تأتي أزمة الأخلاق، لأن المنظومة الأخلاقية إذا ما يعني اقتنع بها الإنسان وغلفها بسياج القدسية لن يلتزم بها. يجب أن تكون للأخلاق قدسيتها، يجب أن يكون للصدق قدسيته، ويجب أن يكون للوفاء بالعهد قدسيته، ويجب أن يكون للرحمة بالضعيف قدسيته. يعني مجموعة الأخلاق، أخلاقيات الإنسان لا تكتسب القدسية إلا إذا كانت مبنية على الدين، على الأساس.